السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد. الفيديو ماشي غير قصة ولكن رسالة عند الله ليك وليا. اليوم غادي نحكي واحد القصة تاع واحد النبي اللي تربى في الدار ديال العدو تاعو، على النبي اللي كان رضيع في الصندوق وسط النار، ولا راجل نطيح اعظم طاغية عرفته البشرية. اليوم غادي نحكيو على القصة تاع نبي الله موسى عليه السلام مع اكبر طاغية في التاريخ فرعون. نبدا، خليك معايا للنهاية حيت في الاخير غادي نخرجوا برسالة اللي تقدر تغير بزاف حياتك. زمن من الازمنه كان واحد الراجل في مصر عنده جيش، فلوس، سلطه، قصر، ذهب، وحتى الغرور دخل لقلبه وقال واحد الجمله تحت ما قالها حتى طاغيه قبله. ما نحشمش نقولها وما نكتبها. كتبش غير بالهضره وداك الشيء اللي كيقول الخايب وداك الشيء، ولكن بدا كيقتل بني اسرائيل ويذبح الذكور ويخلي الاناث الاحياء باش يكبروا في الذل والعبوديه. في الظلم تاعو بلغ واحد الدرجات كبار عنده في ذاك الوقت، ولكن الناس ما كانوش عارفين بلي في ذاك الوقت كانت عند الله خطة عظيمة. وسط هاد الخلعة كاملة تزاد واحد الولد من بني إسرائيل سميتو موسى. مو كانت عارفة إلا شافوه الجنود تاع فرعون غادي يقتلوه. الخلعة كانت كبيرة، ولكن هنا جات أكثر حاجة عجيبة. الله أوحى لأم موسى في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفتي عليه ارميه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تخيل معايا أم تشد ولدها تحطو في الصندوق وتلوحو في النهار تخليه. منظر كيقطع في القلب لشي ولكن بالثقة تاع الله كانت أقوى من الخلعة اللي جاتها ومشات دارت داكشي اللي أمرها به الله. الصندوق كان كيطفو مع الطيارة تاع النار حتى وصل لفين؟ لقصر فرعون نيشان اللي كانت غادي تقتل كانت غادي تقتل اطفال بني اسرائيل. شدات الطفل اللي منهم زوجة فرعون آسيا، شافت موسى تحرك قلبها وقالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فرعون وافق، لكن المعجزة ما وقفتش هنايا. موسى رفض يرضع من اي مرضعة حتى جات اخته وقالت لهم بلي كتعرف وحده مزيانه ترضعوا. بلا ما يعرفوا لقاو واحد المراه عاد بغا يرضع منها، وكانت شكون؟ مو هنا رجع الحضن تاع مو، ولكن تحت الحمايه تاع القصر. المهم حسن من والو. كبر موسى ولا قوي شجاع عاقل. واحد النهار دخل للمدينه، لقى راجل من بني اسرائيل كيدابز مع رجال قبطي، واحد راجل قبطي من قوم فرعون. موسى تدخل ويضرب القبطي ضربه وحده وهو يطيح لهم مات. موسى تصدم وقال لهم: هذا من عمل الشيطان. في واحد النهار من بعد ما عرف فرعون شنو وقع وقرروا يقتلوه. موسى هرب من مصر ولا وحيد خايف، بلا فلوس بلا مأوى بلا والو، مشى طوال. مشى موسى حتى وصل للمدينة، لقى جوج تاع البنات ما قدروش يسقيو الغنم تاعهم. عاونهم باش بلا ما يطلب شي مقابل. الاب ديالهم شاف الخير اللي دار لهم وعرض عليه ويخدم عنده، ومن بعد سنوات يتزوج وحده من بناته. موسى وافق على هذا الشيء وبقى شي 8 سنين ولا 10 سنين كيخدم عندهم بعد سنوات من الخلعه اللي دازت عليه. موسى رجع من المدينة مع مراته. في وسط الطريق شاف واحد النار العافية. قرب لها، سمع أعظم نداء: إني أنا الله. الله كلمه مباشرة وعطاه معجزتين جوج. العصا تاعو كتولي تعبان، واليد تاعو خرجت بيضة صافية، وكلفو بمهمة مرعبة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يمشي يرجع عند فرعون، فاش كان صغير عاوتاني رجع دابا عنده. موسى دخل على فرعون بلا خوف ويقول له: ارسل معي بني اسرائيل. وهو فرعون ضحك وقال ساحر. فرعون جمع السحرة كاملين تاع مصر، والسحرة لحوا الحبال تاعهم. الناس خافوا من داكشي تاع السحر وداكشي. موسى ضرب العصا تاعو وهي تصرت كلشي بحال التعبان. السحرة شافوا هادشي وعرفوا بلي هادشي راه ماشي سحر، وما يسجدوا ليه وقالوا: آمنا برب موسى وها هم. فرعون تعصب بزاف ويمشي قتلهم. الله نزل شحال من عذاب باش فرعون غير يستسلم. جا الطوفان، الجراد، جا القمل، الضفادع، الدم، والو. كل مرة فرعون كيوعد ويرجع للكفر. الله أما موسى يخرج بني إسرائيل في الليل، فرعون واتبعهم بالجيش تاعو. هنا كتبدا لاكسيون. هنا كان قدامهم البحر ومراهم داك الجيش، تحاصروا ما لقاو فين يمشيو.
بنو إسرائيل قالوا إنا لمدركون، زعما تحاصروا ما لقاو ما يديروا. موسى قال بكل يقين، قال لا، إن معي ربي سيهدين. موسى شد العصا ويضرب بها البحر ويتشقق كامل الماء، ولا بحال شي حيوطات طوال. بنو إسرائيل جاو ودازوا من ديك البلاصة، وفرعون دخل بين دوك الحيوطات الطوال وهو ينزل على داك الماء، البحر تسد عليه وغرق فرعون للأبد. وهكا بهذه اللحظة العظيمة غرق فرعون تحت الماء وسقط أكبر طاغية عرفته البشرية. وموسى عليه السلام الرضيع اللي ترمى في النهر فاش كان صغير ولا قائد نبي وسبب في نجاة الأمة تاعو بكل فضل لله بوحده. ولكن باش هنا ما كتنتهيش القصة مازال طويلة، فيها الفتنة تاع العجل والتوبة والعقاب والتيه اللي دازو فيها 40 سنة في الصحراء. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه في الجزء الثاني ان شاء الله. الشيء غيكون عنده اقوى واشد واعمق دروس من هذا الجزء. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بلايك، ديروا متابعه تشوفوا الفيديو الجايين، ديروا شي كومونتير تاع الا بغيتو شي نبي اخر ندير على شي قصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.